نفكركم السيد الوزير في الانتخابات. السيد الوزير، الوعود اللي عطيتو للناس، الرخاء في المعيشه زدتوا فيها، الزياده في الاجور والتشغيل، خلق فرص شغل. اليوم وباسم الاصلاح الحكومه تحمل الشعب ما لا طاقه له به. الزياده في الماء، في الضوء، في الخبز، في الحليب، في البواط ديال السردين، وحتى اللي ما عندوش الضوء زدتوا له في الشمع. السيد الوزير بالله عليك بغيتك تهضر معايا ماشي كوزير، كمواطن. واش لا عطيتك هذا السميك ديال 2300 درهم واش تقدر تدوز به؟ لا سمحتوا الساده النواب، سمحتوا خليو السيد النائب يكمل التدخل ديالو. الله يجازيكم بخير. خليو السيد النائب. تفضل تفضل، انا راه محرصك على الوقت. السيد الوزير المحترم، بغيتك تجاوبني كمواطن وماشي كوزير. واش لا عطيتك هذا السميك ديال 2300 درهم واش تقدر تواجه به هذا الغلاء اللي كاين وتقدر تدوز به الشهر؟ تفضلوا السيد الوزير. السيد الرئيس الاخ العزيز توجه لي وقال لي كمواطن، بغيت نقول له انا واضح مع الشعب المغربي. الا سمحتوا الساده النواب، انا واضح مع الشعب المغربي. ما كنتقاداش راه كاين السيد الوزير كيتكلم. انا واضح مع الشعب المغربي، ما كنتقاداش السميك، وعارف الصعوبات اللي كيعيش الشعب المغربي، وماشي دابا منذ سنوات. ولكن بغيت السيد النائب حتى هو من داك الشيء البركه اللي عنده يشرك فيها الضعفاء. شكرا. وزير، كنتمنى كنلتمسوا منك تسحب هذه الكلمه. حنا كنسالوكم كرئيس كوزير، ماشي السيد الرئيس. اللي عنده شي حاجه راه عنده. حاسبوا الحكومه قادة تحاسب، الحكومه تحاسب الناس اللي عندهم شي حاجه. كنت عندكم الجرأه وحاسبوا، ديروا التحقيق. عندكم وزاره العدل، عندكم كل شيء، ديروا تحقيق. ما تبقاش تغلط المواطنين السيد الوزير، اسمح لي. وكنطلب منه انه يسحب هذه الكلمه، والا ما سحبهاش غنسحبوا. لا مجال للمزايدات هنا، اقولها ونقولها. الا سمحتوا اسحب الكلمه، اسحب. الا سمحتوا الساده النواب، الا سمحتوا شوف راه حق الانسحاب حق مشروع.